السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن شخصية شهيرة، شخصية زي القمر. هنتكلم عن جورجينا رزق. صلى على النبي، كل من النبي صلى عليه، ويلا نحكي الحكاية. جورجينا أو ملكة جمال لبنان أو ملكة جمال الكون زي ما بتتوصف، هي ست لبنانية جميلة اتولدت سنة 1953 من أب مسيحي ماروني وأم مجرية. جورجينا اتولدت بجمال خارق، طويلة شقراء، عينيها خضرة، شعرها أصفر، يعني زي ما الكتاب بيقول. 1970 اشتركت جورجينا في مسابقة ملكة جمال لبنان وكسبتها. 71 اشتركت في مسابقة جمال الكون وبرضه حملت لقب ملكة جمال الكون، ودي كانت أول مرة حد من الشرق الأوسط يحمل اللقب ده. الحقيقة إن جورجينا اتجوزت 3 مرات. اتجوزت من محرم فؤاد لأنه كان غاوي يتجوز ملكات الجمال والمشاهير. هنبقى نتكلم في حلقة عنه ونشوفوا كم الزكاة اللي جوزها محرم فؤاد من أمارات. جوزها التاني كان علي سلامة، وهو فلسطيني الأصل وسياسي بارز. علي حسن سلامة كان رئيس منظمة أيلول الأسود، وللأسف اغتالوه سنة 79 على إيد الموساد. كانت لسه مفيش سنة واحدة وكانت متجوزاه جورجينا. أما الزوج الثالث فكان وليد توفيق. جورجينا عندها 3 أولاد. لما كانت اتجوزت من علي حسن سلامة وخلفت منه ابنها علي، زي ما قلنا توفى بعد جوازها منه بسنة واحدة. بعد كده اتجوزت وليد توفيق اللي ربى لها ابنها علي، واللي ابنها علي ما يعرفش أب غيره وبينادي عليه ويقول له يا بي. وخلفت من وليد توفيق ابنها الوليد وبنتها نورهان. جورجينا اشتغلت عارضة أزياء واشتغلت ممثلة، وليها أفلام شهيرة جدا. اشتغلت مع عمر خورشيد فيلم، ومع رشدي أباظة فيلم، ومع محرم فؤاد فيلم. بعد زواج جورجينا من وليد توفيق اتفرغت تماما لبيتها وأولادها، ونسيت إنها ملكة جمال وإنها عارضة أزياء وإنها ممثلة، مع إن كانت العروض عليها كتير قوي. لكن هي فضلت تتوارى في البيت، تربي أولادها علي ووليد ونورهان، وكانت طول الوقت سند لجوزها وداعم ليه وليد توفيق المطرب اللبناني المشهور. من الحاجات الغريبة في حياة جورجينا إن هي كل أزواجها مسلمين، يعني محرم فؤاد مسلم، علي حسن سلامة مسلم، ووليد توفيق مسلم. ويعني دي حاجة من الحاجات الغريبة، بس كل شيء قدر، يعني دي أمور قدرية. الحقيقة إن جورجينا سيرتها طيبة جدا، خاصة بعد ما اتجوزت وليد توفيق. زي ما قلنا هي ست بيتوتية بعيدة كل البعد عن الإشاعات والقيل والقال. كمان وليد توفيق سيرته طيبة جدا، بعيد كل البعد عن أي سهرات أو احتفالات أو حيفلات، على طول من بيته لشغله ومن شغل لبيته. برغم إن هو وسيم جدا واتجوز جورجينا وهو في عز شبابه، إلا إن هو راجل بيتوتي جدا، عمرنا ما سمعنا عنه أي إشاعة أو أي خبر مش لطيف يعني. يعني هم سبحان الله زوجين لايقين جدا على بعض، وكفايه ان هو اتجوز جورجينا ومعاها ولد رباه لها، فهي كمان يعني ممتنه ليه كل الامتنان. دايما لما بيظهروا سوا في مكان او في مقابله دايما تقول هو اللي ربى لي ابني علي. هو كمان الحقيقه دايما وليد يقول انا ليا الفخر ان ربيت علي، كفايه ان هو ابن المجاهد المعروف علي حسن سلامه، ابن الشهيد. جورجينا بالرغم انها كبرت في السن دلوقتي عندها 72 سنة، الا ان هي سبحان الله ما زالت بتتمتع بجمال ملحوظ بالنسبة لسنها. دي كانت نبذة عن جورجينا رزق، وانا اختكم همسة، من فضلكم ادعموني وشكرا لكم.